تخيل انت ان فرقه شباب بلوزداد اول مره تكسب في القاهره كان النهارده. وتخيل انت برضو ان كل ماتشات الزمالك في الفتره الاخيره هي نفس الماتش، هي نفس الفكره، هي نفس كل حاجه باستثناء حاجه واحده بس. ايوه، المنافس هو اللي بيتغير، انما اداء الزمالك وشكله والنتيجه بتفضل ثابته. طب تخيل معايا بقى الألعن ان الزمالك دخل الجيم ده عشان يعوض اللي فاته في الدوري وعشان يعمل الغير مألوف وعشان يفاجئ جمهوره بالفوز. دي حاجه، لا بس مش هي دي مفاجاه. استنى، الزمالك كان داخل الجيم ده وهو خامس الدوري، خرج منه وهو سادس الدوري. تابعوني انا صاحب الكوره عشان نشوف المهزله اللي حصلت في مباراه بلوزداد النهارده. بقت حاجه من الحاجات الاساسيه لاي فريق بيلعب الزمالك انه يراقب دونجا. لو راقبت دونجا خلاص الزمالك بلا حلول في بناء الهجمه، فبالتالي مش هتعرف تتدرج بالكوره، فبالتالي مش هتعرف توصل لمناطق الخصم. اول حاجه الرقابه الفرديه مان تو مان على دونجا. تاني حاجه فريق بلوزداد بيلعب 4-3-2-1، يعني في 3 في العمق قدامهم 2، ففي خماسي في عمق الملعب، فبالتالي الزمالك مش هيعرف يخرج من عمق الملعب اللي هو دونجا وعمرو السيسي البديل بتاعه اللي بيخرجك نوعا ما بطريقه او باخرى عشان توصل لمناطق المنافس. ادي 3 وسط ملعب فريق بلوزداد، ادي الثنائي الهجومي اللي تحت المهاجم قافلين عمق الملعب تماما. دونجا متراقب مان تو مان، منين ما تروح، منين ما تفكر، منين ما تلاقي الكوره هتلاقي دايما دونجا متراقب في موقف 1 ضد 1 عشان الزمالك ما يعرفش يخرج بالكوره بشكل طبيعي. فكانت حلول الزمالك ايه او حلول مستر فيريرا ايه؟ انه دايما هيحاول يخرج من الاطراف. طيب انت مين عندك في الاطراف؟ عندك زيزو اللي بيخش العمق، عندك سيد عبد الله اللي بيضم برده في العمق عشان تفتح بالباكين، بس انت ما بتديش ادوار هجوميه للباكين برغم ان انت بتلعب ب3 في القلب. فقال ايه؟ بص هنا معايا، فتوح بيشاور لزيزو افتح انت الملعب، هنشتغل بشكل مختلف، بدل ما انت اللي تضم هتفتح انت عشان انت المحور بتاع الزمالك، انت صانع الالعاب، انت اللعيب اللي عندك الحل دايما المختلف والمبتكر في الزمالك. وبص معايا بيبص لفيريرا بيديله التعليمات اللي انت هتبدا تعتمد عليها عشان تخرج بالكوره. ما انت مش هتفضل طول عمرك في نص ملعبك مش عارف تخرج بالكوره، عشان في الاخر نلاقي فتوح هو اللي بيضم للقلب عشان يسحب الضغط. كده هو موجود في عمق الملعب، يعني انت بتتكلم في 3 لعيبه في عمق الملعب، وادي ال2 اللي تحت المهاجم برضو ضامين في القلب، فقافلين لك المنطقه دي. فانت هتخرج بالكره ازاي؟ مش هينفع تمرر لزيزو او سيد عبد الله في قلب الملعب، انت هتحتاجهم هم اللي يفتحوا الملعب. هنا فتوح دخل لجوه، خد عين لاعب وسط الملعب عشان يحط زيزو هو اللي على الطرف في موقف 1 ضد 1، لكن في ضغط دايما على لعيبه الزمالك، فبالتالي زيزو حتى لما استلم الكره بسبب البطء الكبير في نقل اللعب، بسبب ان عمق الملعب متلغم، فعلى ما الكره وصلت لزيزو فريق بلوزداد كله اترص لورا، قفلوا تماما وضيقوا المساحه على زيزو. تاني نقطه، انت في ارضك ونتائجك الفتره الاخيره واضحه للوضوح الشمس للكل، فانت محتاج تكسب، محتاج تعمل الغير مألوف. بتهاجم ب3 على 8 لعيبه من بلوزداد. سيف الدين الجزيري خرج، فين اللي عمل عمق هجومي؟ مفيش. فين التكمله العكسيه؟ مفيش. فبالتالي زيزو وسيف وسيد عبد الله ال3 بلا حلول تمام، مش عارفوا يعملوا حاجه وسط الكثافه الهجوميه. حتى في التحولات سيف الجزيري بيهرب على الطرف، طبيعه دي حاجه طبيعيه وحفظناها في الزمالك. بص المساحه دي مفيش حد بيهاجمها، مفيش حد بيطلب الكره في المساحه، مفيش فرصه ان سيف الجزيري يمرر الكره في المساحه وعارف ان في حد هيستقبل الكره، ففي النهايه مفيش حتى التحولات الهجوميه انت شايف تعملها. ده غير ان انت بتتكلم في 2 4 6 7 8 لعيبه من بلوزداد دايما بيدافعوا على 3 بس من الزمالك. النقطه الثالثه ان في مسافه ما بين الثلاثي اللي بيهاجم ووسط الملعب. بص المسافه قد ايه، فبتتخطف الكره من الزمالك. مين اللي بياخد الكره الثانيه؟ وسط ملعب بلوزداد. فريق الزمالك ما بياخدش الكره، فبياخد وقت طويل على ما بيسترد الكره، فبالتالي مفيش تتابع في الضغط والهجمات، فبالتالي ما بيدكش مؤشر ان في حاجه ممكن تحصل. فانت طول ما انت بتتفرج على الجيم هو كلاكيت تاني مره لمباراه فاركو، كلاكيت تاني مره للمباراه اللي قبلها، كلاكيت تاني مره حتى بالعوده لمباراه الاهلي، انت ما عندكش جديد بتقدمه. الشوط الثاني وده الحقيقه انا هختصره في لقطتين بس، انت دخل فيك جول والدقيقه 60 وان انت بقى تبدا تعمل رد فعل. ده انتشار وتمركز لعيبه الزمالك عشان يتحولوا هجوميا على فريق بلوزداد عشان يتعادلوا. بص البادي لانجوج بتاع كام واحد، 1 2 3 4 5 6 7 لعيبه من الزمالك تحت الكوره، ما حدش فيهم بيتحرك. بص ده بيمشي ما بيجريش، ما حدش بيجري، كل اللعيبه واقفه. فبالتالي الشوط الثاني كله بختزله لك او بختصره لك في اللقطه دي، 7 لعيبه تحت الكوره و3 بس قدامه. بص المساحه دي كلها ما فيهاش لعيب ابيض عايز ينزل يستلم الكوره. هل ده عيب مدرب؟ الحكم ليك. انتهت حلقتنا النهارده، اتمنى يا رب الحلقه تكون عجبتكم. لو عجبتكم الحلقه ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب للشانل، وفعلوا الجرس عشان كل فيديوهاتنا الجديده توصل لكم.